السنة هذه معاكم عمل برمضان صح؟ طريق إجباري. طريق إجباري. إن شاء الله بنكون معاكم في رمضان 2025. طريق إجباري مسلسل جديد يضم أبرز نجوم الدراما اليمنية من إنتاج شركة النبيل، التي أثبتت نفسها بجدارة في تقديم أعمال درامية مشوقة وقوية. لكن هذه المرة العمل مختلف تماما، فالمسلسل يتم تصويره داخل اليمن، وتحديدا في مدينة تعز. نعلن بدء تدشين تصوير مسلسل طريق إجباري من هذه المدينة. ونسمع أقوى تحية فوق في العالي. قبل أن نبدأ حديثنا عن هذا المسلسل الجديد، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديدنا. مسلسل طريق إجباري ليس من إخراج المخرج معتز حسام، بل سيكون لمخرج مصري جديد على الساحة الفنية مع أفراد طاقم العمل. المسلسل يضم كوكبة من النجوم اليمنيين الذين شاركوا في العديد من الأعمال السابقة، منهم الفنان القدير نبيل حزام، النجم المبدع نبيل الآنسي، عبد الله الكميم، محمد أبلان، خالد البحري، نجيبة عبد الله، سحر الأصبحي، بهية محمد، وأخيرا عودة النجمة سالي حمادة بعد غيابها عن رمضان الماضي لأسباب خاصة، حيث ظهرت في آخر أعمالها مسلسل دكان جميلة. كما سيشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم الآخرين. هذا العمل يأتي من إنتاج شركة النبيل للإنتاج الفني، الشركة التي أبدعت في تقديم أعمال يمنية مميزة على مدى السنوات الماضية، ومن أشهر أعمالها مسلسل عيال المرحوم، مسلسل دكان جميلة، وأحدث أعمالها قرية الوال الذي عرض في العام الماضي. المسلسل يتم تصويره حاليا في مدينة تعز، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل حصريا على قناة بلقيس الفضائية اليمنية. هذا السنة معنا عمل. أنا دائما أتخوف من أي عمل، وأنتم تعرفوا حقيقة ذلك. دائما أتخوف من أي عمل نصرح به، أو دائما أتخوف بشكل كبير، إلا هذه السنة، وأراهن على ذلك. هذه السنة وفقنا بكاتب، أو بالأصح كاتبة من الطراز الأول، تدرس هنا في مصر، بتدرس سيناريست وكتابة وتأليف من هذا الكلام، كاتبة يمنية عملاقة، وهذا أول عمل لها. أنا خايف أصرح بأشياء ممنوع أن أتحدث بها. المهم، كاتبة مخضرمة، ودائما كنت أصيح في مواقع التواصل أنه سبب فشلنا في الدراما وعدم وجود كتاب مخضرمين، عدم وجود كتاب محترفين يكتبوا صح. يا أستاذ نبيل، كيف يكون المسلسل؟ أسأل الله عز وجل أنه يكون. طبعا سأفضح معلومة صغيرة. أجمل ما أعجبني في مسلسل هذه السنة أن فيه رسالة سيجمع عليها اليمنيين كلهم، في رسالة قوية وفي خط محترم سيجمع عليها 80% من اليمنيين بقوتها وحلاوة وحقيقتها. الكاتبة ذكية، طرحت وضعت مسارات عدة فيها رسائل تعالج قضية لفئة من الناس ينظر إليهم بشزر، وينظر إليهم بدونية، وينظر إليهم باحتقار. وهذا المسار، أنا أتحدث عن مسار واحد، وهذا المسار نتمنى أن يعالج هذه القضية، وهي قضية أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، قضية وخلق أيضا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ونهى عنه أيضا.
فأنا أعجبتني الفكرة وأعجبتني المسارات التي وضعتها الكاتبة في هذا العمل. فرحت من أعماق قلبي أن هناك رسالة سنقدمها بحق وحقيقة، وعمل يرفع الرأس ويحبها اليمنيين كلهم، مش مهزلة وفانتازيا ونجلس نتفنتز ونخنبز، ولا احنا دارين ما بنفعل، بناكل زلط حرام. هل هناك مسلسل جديد وما اسمه يا سلام؟ نعم معنا مسلسل هذه السنة. سبق وتحدثت عنه في بداية البث. عمل راقي جدا بإذن واحد أحد، راقي جدا، ولا في قلبي حتى مثقال ذرة من القلق والتوتر بما يتعلق بعمل هذه السنة، لأن اللي قدمته والتي كتبته كاتبة مخضرمة محترفة. بعيدا عن هذا كله، هناك حبكة ونص ورسالة أو ورسائل رائعة جدا سيحبها المجتمع اليمني، وأكرر 70% 80% من الناس 80% من الناس سيحببون الفكرة والخط العريض الموجود فيها والذي نتحدث عنه في هذا العمل. وهو موضوع يعانق مسألة الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع حالي جدا، حالي. خلوك مفاجأة. اسم المسلسل هناك أيضا من الأخبار المسربة أن القناة طلبت من الكاتبة تغيير المسلسل لأشياء لا أدري ما هي أو ما السبب، ولكنهم طلبوا تغيير الاسم لحاجة في نفوسهم، ما نشتري ما هي. فما أقدرش أصرح بالاسم الآن إلى أن يتم تثبيت العمل. السنة هذه معاكم محمد رمضان صح؟ طريق إجباري. طريق إجباري. قد يتغير الاسم، ممكن تتغير الاسم، ممكن نعمل شوية تعديلات، بس إن شاء الله بنكون معاكم في رمضان 2025. كم محافظة تعز؟ كم لك من اليمن ومن تعز تحديدا؟ يعني لي 6 سنوات في اليمن، وكنت تعز تقريبا من 2018. من 2018. أنا سعيدة بالعودة، وكان خليط من المشاعر يعني، وأنا مبسوطة إني متواجدة طبعا في بلدي. بالتوفيق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وانتظرونا في معرفة المزيد من المسلسلات اليمنية القادمة، ودمتم في أمان الله.